conversation حاصلة دلوقتي. انت كل ما بتدخل اي حاجة، اي انستجرام، فيسبوك، لينكدين، اي حد بيقول لك صباح الخير بيقول لك على طول ال AI هياخد مكاننا، ال AI هياخد شغلنا، احنا خلاص it's done. انت بتشتغل اي وظيفة هيقول لك ال AI خلاص الوظيفة دي it's done. انت بتشتغل ديزاينر، ديزاين is done. انت بتشتغل سيلز، سيلز is done. انت بتشتغل ماركتينج، ماركتينج is done. UI UX ديزاين it's done. artist done. اي حاجه done علشان الاي اي خلاص هو هيعملها. انا عندي كاونتر ارجيومنت للموضوع ده. الاي اي هيعمل بالمناسبه، هو الاي اي يعني في شخص هو اللي بيستخدم الاي اي علشان يعمل الحاجه، تمام؟ فهو الشخص ده بيعمل الحاجه دي، ففي النهايه برضه هو في شخص هو اللي بيعملها. ولكن انا هقول لك ان الاي اي من نفسه كده هو اللي بيعمل كونتنت او بيعمل ارت او بيعمل وات ايفر. فده مش معناه ان يعني كل الناس هتقول خلاص يعني كده اتفرج على الاي اي كونتنت بس وخلاص. انا مثلا ما افتكرش ان انا عدى عليا اي اي كونتنت في خلال تصفحي طول الوقت اللي فات ده كله، يعني علشان انا بعمل نوت انترستد فهو مش بيظهر لي. فانا دايما مثلا متابع اشخاص، يعني بني ادمين انا عارفهم هم مين. ده مش معناه ان مفيش اي اي كونتنت على الانترنت، لا موجود كتير جدا، بس عادي ما يعني ما رحتلهوش، فاهم؟ يعني هو موجود والكونتنت الحقيقي موجود، الاتنين موجودين، وانا رحت للكونتنت الحقيقي. والكونتنت الحقيقي ما انا مش بتفرج على كل البشر اللي بيعملوا كونتنت، فانا مثلا بتفرج على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مثلا. انا ما زلت برضو يعني في خمسة انا متابعهم، في مليون تاني بشر بيعملوا كونتنت، وفي مليون فيديو اي اي، يعني التلات حاجات موجودين في نفس الوقت. بس انا ستيل بتابع مثلا الخمسة دول اللي انا عارف الستوريز بتاعتهم او عارف طريقة الكونتنت بتاعتهم او اللي انا بشوفها يعني كويسة وبتابعها. فاذا وجود كونتنت اي اي او وجود ارت اي اي او وجود وظيفة اي اي ده مش هيخلي ان الحاجة الميد باي هاند مش موجودة، فاهم؟ يعني انت لغاية هذه اللحظة في حاجات كتير جدا بتتعمل باي هاند، في ساعات بتتعمل باي هاند، في شنط بتتعمل باي هاند، في حاجات مختلفة الأنواع بتتعمل باي هاند، دي سعرها أعلى من لو الحاجة متصنعة. في العربيات كنت بشوف يعني ريفيوهات للعربيات بيقول لك في عربيات بيبقى فيها لاين كده مرسوم، ده لاين مرسوم باي هاند، ده بيزود في سعر العربية apparently. يعني أنا ما أعرفش في العربيات بس بما إن النقطة دي بتتكرر كتير إذا دي ليها أكيد يعني حاجة سبيشال في العربية، يعني إن اللاين ده مرسوم باي هاند، يعني في شخص هو اللي رسم اللاين ده. يعني وجود الحاجات المصنعة ما خلاش الحاجات الهاند ميد او الحاجات المعمولة بالايد ارخص، بل خلاها نادرة اكتر وبسعر اعلى. وبالمنطق برضو يعني الاي اي يقدر يعمل 100 فيديو في ثانية واحدة، تمام؟ اذا بما ان العرض بتاع الشيء ده زاد بطريقة كبيرة جدا فقيمتها هتقل obviously يعني، والحاجة اللي العرض بتاعها قليل هتبقى قيمتها اعلى، يعني لوجيكال يعني، فاهم؟ بس فانا كنت عايز اقول الحاجه دي بسرعه، يعني اللي هو ما تقلقش، انت كمل الحاجه الاوريجينال اللي انت بتعملها عادي جدا، لان هيفضل ليها سعر، لان عملها شخص عنده فكره معينه ونفذ الفكره دي وعرضها بشكل معين، والفكره دي او الحاجه دي مهتم بيها شخص تاني عايز يشوفها من انسان كان طلع الفكره دي في الارت بتاعه، مش من اي اي مش مهتم باي حاجه، هو بس عملها كده من اجل ولا حاجه يعني.